حزب الله اليمني. فكان هناك فرع لهذا الحزب بهذا الاسم، ونظرا لما ارتكبه حزب الله اللبناني وفروع هذا الحزب من جرائم واغتيالات، إضافة إلى رفض الشعب اليمني المسلم لمثل هذه الأحزاب وهذه العقائد الفاسدة وحربهم للاختراق الشيعي الاثنى عشري، تم إبعاد هذا الاسم، أي تم إبعاد حزب الله أو مسمى حزب الله اليمني واستبداله باسم آخر، ألا وهو مسمى أو تنظيم الشباب المؤمن، وذلك في بداية التسعينات الميلادية. وتم تجنيد عدد من الشيعة الزيدية الذين تحولوا من الزيدية إلى المعتقد الاثنى عشري. وعلى رأس هذا الهرم رجل يدعى حسين بدر الدين الحوثي، وأبوه بدر الدين الحوثي، إذ أنهم في الأصل من فرقة الجارودية، وقد انتقل الحوثي من الزيدية الجارودية إلى المعتقد الجعفري الاثنى عشري، وقد أكد ذلك بذهابه إلى إيران وانتهاله من معينها الصفوي الجعفري الاثنى عشري الخبيث. وقد سبق أن قام الحوثي بالذهاب إلى لبنان لزيارة حزب الله اللبناني، كما ذهب إلى إيران في التسعينات وأقام فيها حتى عاد إلى اليمن في عام 97، وبلغ الدعم الإيراني عن طريق السفارة الإيرانية في صنعاء لحركة الحوثي أو ما تعرف بتنظيم الشباب المؤمن في إحدى التقارير المذكورة إلى قرابة 42 مليون ريال يمني، مفرقة بين دعم مباشر لتنظيم الحوثي ودعم غير مباشر للمراكز التابعة للحوثي المتفرقة في صعدة وفي اليمن. طبعا هذا الدعم غير الدعم الآخر الذي يأتيه من المؤسسات الشيعية مثل مؤسسة أنصارين والقائمة في مدينة قم الإيرانية، وكذلك مؤسسة الخوئي في لندن، ومؤسسة الثقلين الشيعية في الكويت، ومؤسسات كثيرة تابعة لحزب الله اللبناني في لبنان، وغيرها من المؤسسات والجمعيات الشيعية التي تدعم هذا التنظيم الذي هو أصلا حزب الله اليمني في اليمن بالأموال الطائلة. وقد أفاد مصدر مقرب من الحكومة اليمنية بأن هناك شيعة سعوديين قاموا بدعم مالي للحوثي قبل وأثناء هذه الأزمة المشتعلة في صعدة. هذا ما تيسر أحبتي في الله، وأسأل الله عز وجل أن يحفظ أهل السنة في كل مكان. اللهم احفظ أهل السنة في كل مكان، اللهم كن لهم معينا وناصرا ومؤيدا. اللهم احقن دماء أهل السنة في كل مكان، اللهم احقن دماء أهل السنة في كل زمان، اللهم كن لهم ناصرا ومؤيدا ومعينا. اللهم احفظ نساءهم وأموالهم وذراريهم وأبنائهم وكل ما يملكون يا واسع الجود والكرم. اللهم كن لأهل السنة، اللهم كن لأهل السنة، اللهم كن لأهل السنة، اللهم كن لأهل السنة. اللهم عليك بالمبتدعة، اللهم عليك بالمبتدعة، اللهم عليك بالمبتدعة في كل مكان وفي كل زمان. اللهم لا تجعل لهم راية، اللهم لا ترفع لهم راية. اللهم انصر أهل السنة، اللهم اجعل الأمراء ينصرون السنة واجعل العلماء ينصرون السنة. اللهم انصر السنة في كل مكان وفي كل زمان. اللهم اجعلنا من خدام السنة، اللهم واجعلها شهادة في سبيلك يا واسع الجود والكرم. اللهم وفق ولاة الأمر في كل مكان وفي كل زمان من أهل السنة لنصر هذا الدين ولرحمة المستضعفين ونصرة الأرامل، وأن يرفعوا هذا الدين، إنك جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وجزاكم الله خير أحبابي في الله على حسن الاستماع. هادوا رسول الله ماذا بعدها، فليبشروا بالذل والخزي المهين، فالله كذبهم وأبطل كيدهم. هذا جزاء الظالمين المعتدين. في سورة النور التي فضحتهم ببراءة نزلت لأم المؤمنين. إن جاءكم متقول بإشاعة فتبينوا يا إخوتي حق اليقين.